ولكن ضل التفاصيل الصغيرة. صباح الخير يوتيوب، كيفكم؟ بتمنى تكونوا بألف ألف خير. فيديو اليوم جيتكم لحتى أتشارك معكم آخر التحضيرات لعرسي المكرر بعد 3 أسابيع. فقت اليوم كان عندي موعد مع الكوافيرة لحتى تعمل لي شعري، رح تعمل لي شوية خصل صغيرة بالشعر لحتى توحد لون الشعر، فقالت ليش لحتى ما أخذكم معي بآخر التحضيرات. هلا التحضيرات الأساسية اللي هن اختيار المكان، اختيار الفستان، اختيار المطعم، كلاتهم صاروا جاهزين، ولكن ضل التفاصيل الصغيرة. فإذا كنتوا حابين خليكم معي بهذا الفيديو اللي رح يكون على مدى 3 أسابيع ابتداء من هذا اليوم حتى أشراك معنا اللي هو التاريخ المقرر للزواج. خير يوتيوب، صباح الخير يوتيوب. صباح الخير يوتيوب. اليوم مشوارنا على الحديقة اللي هي واحدة من أجزاء العرس. رح فرجيكم بعدين رح فرجيكم بعدين المكرتب على العرس. عملناها على شكل جواز سفر وحطينا 3 هبوطات للطيارة. الهبوط الأول رح يكون بالكابيتول بالبلدية، مطرح ما رح يكون كتب الكتاب. بعدين رح يكون بالحديقة احتفال سوري، خلينا نقول. حيكون في أصدقائي رح يعزفوا موسيقى سورية مع أكل سوري. وبالأخير الحفلة النهائية والعشاء رح تكون على قارب بقناة الميدي. فخليكم معي لحتى أفرجيكم مقتطفات من الحديقة. رح فرجيكم هلا باقة الورد اللي جبتها. معتاد انه باقة الورد تنجاب بنفس اليوم، ولكن قررت انه اجيب باقة ورد من ورد مجفف وورد بسموه ستابيليزي، يعني بيكون محافظ على شكله. جاهزين لحتى تشوفوها؟ طبعا هي محطوطة بالورق مشان تدير بالها عليه، ولكن هي رح تشان الورق. ترى شايفين هدول الوردات؟ يعني هدول الوردات البيضة والزهرية والزهرية، هدول وردات بضلوا طول الحياة. وكتير عجبتني الفكرة انه انا احتفظ بباقة ورد عرسي لطول الحياة. رايكم؟ قولوا تحت التعليقات. هلا رح افرجيكم التاج تبع العرس كمان. على فكرة مو معقول الدنيا شوب، شوفوا لي على التحفة الفنية. صباحكم، كيفكم؟ نهار جديد ومشوار جديد. اليوم مثل ما انكم شايفين طلع هلا من الحمام، شعري مي وماني حاطه ولا شيء ابدا على وجهي. ليش؟ لانه رايحه اعتني بوجهي. رفقاتي بالشغل الله يسلم ايديهم، هلا كلهم فرنسيين فما حدا رح يفهم علي شيء، فما في داعي كثير يعني طب وزمر. هدوني ساعه للاعتناء بالبشره او بالاظافر او اي شيء بدي اياه، وهكذا. اذا كان مسموح انه انا اصور رح اصور لكم، اذا لا برجع لكم بعد النتيجه النهائيه بعد ما اخلص.
هاي كيفكم؟ باختصار بعد التجربة تقريبا 7/10. كانت تجربة لطيفة ظريفة، ولكن ما كانت أحلى تجربة بالحياة. يعني الموظفة ما كانت لطيفة كتير، وجهها ناشف، ما بيتاخد ونعطى معاها. وحسيت انه عملت لي نفس الاشياء اللي انا بعملهم بالبيت، يعني ما في شيء زادت عليه. ف ان جنرال حبيت، وبنصحكم اكيد انكم تعملوا هيك شغلات وتدلوا لها، يعني دلوا لنفسكم قبل موعد العرس. كمان مرة شعري مي وبدون مكياج. بتخيل رح تتعودوا على شوفتي هيك، لأنه عم حاول إني ريح شعراتي من هلأ لوقت العرس. شو رح نعمل اليوم؟ رح أجرب إنه أنا أعمل مكياج لحالي بالبيت، مكياج عروس يعني. ما توفقت إني لاقي عن جد وحدة كتير 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 هيك تقنعني بشغلها. العربيات بحطوا كتير 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 لحد ما بتعرف الشخص مين هو. والفرنسيات يعني أنا بالبيت أحيانا بحط مكياج أكثر منهم. فرح نحاول ونشوف شو رح يطلع معنا. فهلا رح أعد 1 2 3 وأفرجيكم النتيجة. 1 2 3. ضل يومين بس على العرس. اليوم نحن ب8 شهر والعرس ب10 شهر. فايقة متحمسة كتير كتير كتير، لأنه اليوم أختي بتوصل من هولندا على تولوز. أول مرة رح تجي لعندي على تولوز. كتير متحمسة لحتى أفرجيها المدينة والبيت وكل هيدا التفاصيل. والمساء رفيقتي مقربة رح تجي من ألمانيا. فيوم كتير حلو، كتير سعيد، كتير مليء هيك بالأحداث. يلا خليكم معي لحتى نلاقي رؤى بالمطار. صباح الخير. إذا اليوم هو اليوم المنتظر 10/8/2024. رح بلش هلا مكياج. أنا قررت أعمل مكياجي لحالي إن شاء الله يعني ما يطلع خبيصة. وبعدين رح تجي الكوافيرة لحتى تعمل لي شعراتي. فرح فرجيكم النتيجة النهائية، فخليكم لآخر الفيديو. اليوم هو 11 الشهر، يعني امبارح كان العرس. باختصار شديد كان من أحلى أيام حياتي. لحد هلأ بصراحة حاسة حالي وكأني بحلم. بدي أشكر كل حدا إجا على العرس وشاركنا هي اللحظات الحلوة. شكرا على هداياكم الحلوة. عن جد كتير 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 كنت مبسوطة بكل حدا منكم كان موجود، وكل حدا منكم كان موجود معناته إنه هو حدا كتير مهم بحياتنا. بتمنى إنكم تكونوا كمان استمتعتوا بالفيديو وحبيتوا الأشياء اللي قدمت لكم إياها. في حال حبيتوا فلا تنسوا تضغطوا على زر اللايك وتشتركوا بالقناة إذا ما كنتم مشتركين، لحتى ضلني عم نزل فيديوهات أكتر وأكتر. وكمان إذا بتحبوا تشوفوا صور للعرس وريلات كتير حلوة، فرح أترك لكم اسم حسابي على الانستغرام، تابعوني هناك. وإن شاء الله كل أيامكم فرح وسعادة. باي.